انه جايز دي باينه في الموسيقى بتاعته على فكره. انا فتره ثانوي واعدادي، مثلا من تانية تالتة اعدادي، كان احتكاكي بقى بأبي محمد ألف، لانه كان اتجوز ماما، كان بدأ يسافر، فطبيعي احتكاكي بيه قل. كان هي الاحتكاك الكبير كان فترة ابتدائي، حضانة وابتدائي. افتكر انه كان ظهري، انا كنت شقية شوية وانا في المدرسة، كنت لما اتخانق كان يروح ويقول لهم انتوا مش عارفين دي بنت استاذ مصطفى كامل المفتش اللي في وزارة التربية والتعليم. اتعامل معاملة تانية خالص. الحقني يا ابي محمد، انا مش عارفة حصل ايه. تفتكر ده كنت انت تبقى معايا في الموقف، ومديحه تقوم مزعقه: انت شقيه، انت لازم تتعاقبي. لكن هو كان بصراحه يدافع عني في اي حاجه يعني، وكنت ما اقدرش ازعله. يعني اولا هو عمره ما زعق لي، وعمره ما زعل مني. افتكر مره واحده بس اتجرأت في الكلام مع محيي، وانت قلت لي ازاي تكلمي اخوكي كده ومش عارفه ايه. طب انا مخصمك، انا مخصمك دي انا قعدت اعيط لغايه ما يعني لغايه ما صالحني. يعني ما اقدرش. لكن هو يعني عمره ما زعق لحد فينا، عمره ما. حنين، هو اخ حنين جدا جدا، وجايز دي باينه في الموسيقى بتاعته على فكره، في تعبيراته. يعني هو شوفيه لما بيعزف حاجه فيها كلمات فيها عاطفه او فيها حنيه او بيأديها حلوه قوي، طالعه من قلبه، لان ده احساسه. الموسيقى معبره جدا على الشخص. يعني الشخص القاسي هتلاقيه هو بيعزف فيه قسوه، في تشنج، في عصبيه، الاحساس بيوصلك مش مظبوط. والشخص الحنين بتلاقيه ظهرت دي في الموسيقى والتعبير عن الكلمه دي. يعني لما نيجي نتكلم فنيا بقى هوصفها اكتر شويه. افتكر ذكرياتنا مع ابي اسعد، مع الدكتور خيري، مع رضا الله رجب، يرحمهم الاثنين. مع رضا رجب. رضا رجب يعني يعني صديق لنا دفعتي في الدراسة. يعني أنا كنت بعتبر نفسي إن أخوك كبير برغم إن كان سننا واحد في الدراسة. لكن ما تفتكرليش حاجة كنت شقية فيها؟ كنت لا أنت ما يعني كنتش، بالعكس ما أنت كنتش شقية، يعني كنت لمضة بس. شوية بس مش كان لما يجي يلعب كان مع حد، ومثلا والحد ده بيلعب حلو شويه، اقول انا هجيب لك اختي الصغيره تلعب. فاكر لما كنا نلعب كان مع بابا، نلعب رباعي مع بعض. قول لي الزمان يرجع يا زمان. لما كنت في الجزائر وبابا كان موجود في الجزائر، فكنا بنقعد نلعب كان مع بعض ومع لا، الجيران وهنا كنا نلعب على العشاء، فريق ابقى انا ومحمد مثلا، او محي ومحمد ومديحه ومنى مع بابا، واللي يغلب يشيل العشاء بقى، نجيب كباب، نجيب سمك. كانت ذكريات جميله. مش فاكر اي حاجه يا ابي. يعني في فترة الطفولة كانت حلوة وجميلة. المعاشرة، العيلة ككل، كانت الأمور ماشية بسهولة. يعني ما كانش فيه قلق فعلا في زماننا، ما كانش فيه الضغط العصبي والنفسي وكانت الحياة سهلة، فبالتالي ممكن تكون ذكرياتها أقل، لأن ما كانش فيه المصايب أو المشاكل الكبيرة اللي الناس بتعيشها الأيام دي. الحياة سهلة، ما كانش يعني كانت المدارس عادية، ما كانش فيها مشاكل، الخروج عادي، الدخول عادي. يعني الظروف هي اللي بتحكم بالنسبة للموقف اللي الإنسان بيبقى فيه. يعني في فرق بين أنا بفكر وأنا كان عندي مثلا 30 سنة ولا 40 سنة، وإن أنا بفكر دلوقتي. طبعا الظروف مختلفة في المعيشة والخبرة والكلام ده كله، إلى جانب إن الحياة بقى فيها مفاجآت كتير بتبقى غصب عن الواحد في الموقف. بيضطر انه ياخد ساعات مواقف تفيده، ساعات مواقف تضره.